فقلت اسمع، هذه الخرقة العمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب مرباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت، نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا، إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت، نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنا الأتباع، ونحن آل البيت تعلمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع، والذي يتطاول على أصحابه نحن سنقوم أمامه. وأقسم بالله العظيم أن من يتطاول على سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر أو على أحد من الصحابة أشد عندي ممن يتطاول على أبي وأمي وجدي وجدتي. لا يزايدن أحدا علينا في أصحاب رسول الله، لا باسم أهل البيت ولا باسم السنة، هذا منهج ليس فيه عبث ولا يقبل المزايدات. إذا أراد أن يتكلم أحد عن محبة آل البيت تعالوا إلى السودان، لكن لا تأتوا لتقيموا مراكز ثقافية تزعمون أنكم تنشرون فيها مذهب آل البيت، نحن لا نكرهكم لكن لن نقبل هذا. تريد تعرف محبة آل البيت؟ تعال واجلس في خلوة من خلاوي السودان، لا أقول لك اجلس في زاوية عند شيخ من المشايخ، تعال اشتغل أسبوع ولا شهر وأنت تمسح تغسل بالماء ألواح الحفظ للقرآن الكريم، أو أوقد النار التي يسهر حولها طلبة القرآن وهم يحفظون، والتي للأسف إخوتنا الذين بغوا علينا بالكذب نقلوها بالفيديو على أنها عبادة أو صنمية أو دجل أو حول النار. طيب اختلف معي كما شئت، أحبك وإن أسأت، اختلف معي كما شئت، لكن لا تكذب من فضلك، لأنك إن كنت تعتقد أن منهجك صحيح فأنت غير محتاج للكذب. خل هذا يأتي الذي يريد يتكلم عن حب آل البيت يجلس عند هذا النار أو عند الحوض الذي تغسل فيه ألواح الحفظ، ويسمع الأطفال عندما يذكر عندهم أهل البيت كيف يتواجدون. هنا محبة أهل البيت. تعال في ديار آل البيت هنا في السودان، تعال يسمع يذكر فلان من آل البيت يصيح الصايح ويبكي الباكي ويتواجد المتواجد. عرفت هذه ما معناها؟ هذه معناها أن دقائق المحبة، أن مدارج المحبة قد أسقيت بها القلوب إلى الحد الذي لا يقبل أن يزايد على أصحابه في حب أهل البيت. إذن ففي مدارج المحبة نحب ما يحب المحبوب، ونحب من يحب المحبوب، ونحب ما صنع المحبوب، فننظر إلى من حوالينا نظرة محبة. دعونا ننصرف من هذه الليلة وفي قلوبنا معنى المحبة. لا تكرهوا أحد يا إخواني. ليست الهزيمة أن يتكلم عليك أو يؤلب الناس ضدك،
ليست الهزيمة أن يضحك على بعض الشباب الذين ما عرفوا الحقيقة فيوهمهم أنك وطريقتك وأشياخك على سوء، ويسلط هؤلاء الشباب بحماسة واندفاع ليسبوك أو يسبوا الطريقة. هذا لا تنظر إليه بالبغض، ليست هذه القصة، هذا انظر إليه بالرحمة. والمسكين لو ذاق لعرف. أنت عندما ترى إنسان نشتعل ثيابه بالنار تقوم تسبه أو تحاول تطفئ النار؟ هؤلاء إخوتنا وإن بغوا علينا، هم اشتعلت في قلوبهم نار الغضب، والغضب نار الخلط الذي حصل لديهم، فبغضوا وكرهوا. انظر إليهم بعين الرحمة، لا تخرج أن تبغض أحد منهم. أردت تفرح قلب النبي؟ الليلة اغسل قلبك من البغضاء. ليسوا هم فقط، حتى من أساء إليك على الوصف الشخصي، جار أساء إليك، قريب من أقاربك من أرحامك آذاك، وأنا أعرف ما معنى أن يؤذيك رحمك، لأنه يعرف كيف يؤذيك، لأنه يعرفك، ويعرف كيف يؤلمك، لأن هذا مؤلم. لكن مع ذلك الليلة الآن قبل أن ينفض المجلس، إن أردت أن تدخل السرور على ساكن الحجرة الشريفة صلى الله عليه وسلم، تريد تفرحه؟ تريد أن يصر منك الليلة؟ مستعد؟ ماذا تدفع مقابل ذلك؟ ماذا تقدم مقابل أن يفرح منك سيدنا محمد؟ مستعد تبذل كل شيء حتى روحك؟ المسألة أبسط من الروح. سامح كل